ايه يا عم زعلان ليه؟ عايز تصعد؟ ما هو ربنا اسمه العدل يا حبيب قلبي. ازاي تصعد باللعيبه ديت؟ ازاي تصعد بالمدرب دوت؟ ازاي تصعد بالاداره ديت؟ الدنيا مش سهله زي ما انت ما فاهم. يعني خرجنا من الكاس من مصريه للاتصالات، برضه فضلتوا صابرين على الناس ديت، يعتبر خسرنا الدوري وبرضه لسه صابرين على الناس ديت، ودلوقتي بنخرج من افريقيا في ارضنا وبرضه صابرين على الناس ديت. يعني المدرب دوت لو ما خدش شنطته واتكل على الله ونص اللعيبه دي اتسرحت، اقسم بالله ما هننفع. عايز تعمل ايه؟ اقسم بالله لو اقل فرقه في الدوري لعبه الترجي اللي تكسبها. اسوأ نسخه شفتها للترجي في حياتي هي النسخه ديت. بس اقول لك ايه، العند وحش. جبنا مدرب ما ينفعش شكلنا يطلع وحش ونمشيه بسرعه، لازم يخرب لنا الدنيا الاول. انت كنت مستني تخرج من افريقيا عشان تمشي المدرب وتفوق؟ طب فوق بقى والبس. اول مره في حياتي اسيب ماتش للاهلي وامشي. على طول بيبقى عندي امل ان الاهلي هيرجع حتى لو خسران 100-0، بس دلوقتي مفيش امل باللعيبه ديت، مفيش امل بالمدرب ده بدماغه اللي شبه الدومه ديت، وربنا ما في امل. حسب الله ونعم الوكيل فيكم، اقسم بدين الله. يعني الهويه بتاعت النادي ضيعتوها، وربنا ما عارف اتكلم ولا افتح بقي كتير. بس اقول لك على حاجه، ربنا اسمه الحق، مش هقول لك اكتر من كده. اقسم بالله نستحق نخرج، ونستحق نخسر الدوري، ونستحق نخرج من كاس مصر. اللعيبه دي طول ما هي مامنه مستقبلها بالفلوس ديت هتلعب ليه؟ ما خلاص مفيش حاجه تاني يلعبوا عشانها. كل واحد هيخلص يا باشا ويطلع على العربيه بتاعته والفيلا وينسى الدنيا. احنا بس كمشجعين اللي بيتنكد علينا، يعني في قلب العيد وبيتنكد علينا. ساب الماتش شغال دلوقتي وسامع ان مروان عثمان جاب جون. حماده فرعون. اقسم بالله الواحد ما عنده كلام تاني يقوله، بس اقول ايه، حسب الله ونعم الوكيل فيكم. لا اله الا الله. جيل العار والفشل على الاهلي وشعار الاهلي. الترجي يفوز عليك بالمستوى ده وباللعيبه دي يفوز عليك في ملعبك 3. ادي اخر صفقات كده النسا، لعيبه معتيه، لعيبه خلاص السن راح عليها، لعيبه تشوف اي مركز شباب تلعب فيه. خسران كسبان ولا هو في الدنيا، ولا عارف تبديلاته، ولا عارف يوظف لعيبته في الملعب، ولا عارف يعمل اي حاجه. ومعلش بس ركله الجزاء اللي احنا بنعترض عليها والمدلسين اللي على الصفحات اللي عمالين ينشروا ركله جزاء صح مليون في المية في الهدف الثالث للترجي. عايز حد يقنعني بس، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا غبي يا حلوف؟ اللي انت بتعمله ده مباراة للتاريخ للترجي ولاعيبة الترجي ومدرب الترجي وإدارة الترجي كمان، لأن الحمد لله احنا ما عندناش أي حاجة من اللي أنا قلتهم دول. لعيب عار. يستغرب لو ما مشيش الاهلي هيتبهدل اكتر من كده. استغفر الله العظيم. كنا ماشيين كويس يا اهلي في الشوط الاول، واللعيبه مسترجله ومركزه وبتلعب حلوه قوي وقاريين بعض. ايه اللي حصل الشوط التاني؟ ايه اللي جرى الشوط التاني؟ نزلنا نخبط ونرزع برضو، بيشوطوا في الحارس. يا جماعه الحارس النهارده مركز، حارس الترجي النهارده مركز قوي قوي وفورمته حلوه. بلاش نشوط في الحارس، نركز شويه بس في الفينش بتاعنا. لو ما عملش تغييراته دلوقتي وظبط الدنيا، احنا يعني ربنا يستر، ربنا يعديها على خير ان شاء الله، ويسعد الاهلي يا رب. ان شاء الله الاهلي يصعد باذن الله، باذن الله يصعد ان شاء الله. أسوأ جيل في تاريخ الترجي، أسوأ جيل في تاريخهم بيعمل معاك كده. أنا عارف إن كده كده هيخرجوا من سان داونز، بس يعني رايح جاي يا مهزقين يا علافيت يا جرابيع. إيه هنقعد ساكتين؟ انزل بخصومات 30% على أي حاجة هتجيبها من كارفور. ده أرجل لعيب النهاردة تريزيجيه، الباقي كلهم علافيت. ده الوحيد اللي عمل حاجة النهاردة، ده الوحيد اللي كان خايف وبيلعب باسم النادي الأهلي. بقول لك إيه، ده اللي في الأهلي الفترة الأخيرة خلصانة. البس بقى البس، مش انت اللي عملت لي فريق ملوش هويه وجبت لي ده من هنا وده من هنا عشان تديهم ملايين عشان تضايق غيرك ومش عايز تسمع لحد غير نفسك؟ طب البس بقى، هتتحاسب انت على الكلام ده ولا لا؟ جايب لي مدير فني مش عارف تدفع الشرط الجزائي بتاعه عشان تمشيه. البس، لو بتحب النادي الاهلي بجد اطلع استقيل وقول لهم انا مش قادر اكمل. ده عدل ربنا، عشان ما ينفعش تكمل. ده خلاص كده، انت كده جبت ظروفها، موسم صفر بامتياز وهتخسر الدوري. يعني انت مصمم على مدرب، خلاص بقى انت هتمشي مدرب ليه اصلا؟ انت هتراضينا في ايه؟ ما كان بدري، كان من بدري، ما احنا عارفين ان ده هيحصل، فاهم؟ بس بنهون على نفسنا. يلا بقى يا عم بره. احب اقدم لك احمد سيد زيزو، اداء مصري كبير يسد معاك في اي ماراثون في اتخن بطوله اولمبيه، سعره 100 مليون بس. اما ده بقى مروان عطيه، حلقته مع رامز جلاله الاكثر مشاهده في السنه اللي احنا فيها دهيه، موديل اعلانات رهيب، عقارات، شركات، سندوتشات، وكله على قد الايد. ده بقى يا سيدي اشرف بن شرقي، شاب 30 مغربي يبحث عن ربة منزل. واخيرا ده اليو ديانج، مش ينفع نتكلم عليه عشان فالنسيا متكلمه عليه. فالنسيا مين؟ احط بنزين. واحنا كان لازم نخسر الخساره ديت عشان تورب يمشي، لكن مش تورب اللي يمشي، انت يا كابتن الخطيب اللي تمشي، انت ومجلسك الفاشل اللي جاب تورب، اللي جاب كوميش ولا هامويش، اللي جاب مروان عثمان، اللي جاب احمد عيد، اللي جاب زيزو، ورب الكعبه اولهم زيزو. تمام. اللي ما مشاش امام يوم ما فكر يتلوي. انا الاهلي، يلا انا الاهلي، انا الاهلي، محدش يتلوي عليا، انا اتلوي على التخين زي ما انا بتلوي عليك كده يا كابتن خطيب. انا الجمهور، النادي ده بتاعي مش بتاعك. انت مش جاي تخلي اللي انت تعبان تمشي،
تعبان تمشي، ما تقعدليش جنبك شويه حوش ونوش. تمام؟ مش فاهمين اللي جايب اللعيبه دي على اي اساس. راقبت كامويش ده يا جدع، الواحد مش عايز يقول الفاظ، اقسم بالله الواحد ما عايز يقول الفاظ، مش عايز يقول الفاظ، لكن كده قله ادب. اقسم بالله بقينا قلالات الادب قوي. سيبك من كان لازم نخسر الخساره دي، كان لازم يتحرق دمنا، لكن دي قله ادب. قله ادب اللي انتوا عاملينه في النادي ده، قله ادب وفجر. انا فاتح الفيديو ومش عارف اقول ايه. النادي الاهلي خسران من الترجي 3-2. موسم صفر للنادي الاهلي من البطولات، وهيبقى اول موسم في تاريخ النادي الاهلي ان هو يخش صفر. عايز اكلم الاداره كلمتين، ويا ريت حد يوصل لهم الكلام اللي انا هقوله. احنا بنلعب بدون مدرب، لعيبه بدون روح، لعيبه مش عارفه قيمه الفالنه اللي هي لابساها، مدرب صفر 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 وسالب صفر لو فيه. ما عندوش اي فكر كوره نهائي، ما عندناش مهاجم، ما عندناش لعيب كوره يستاهل الفالنه اللي يلبسها. ومش هقدر اقول غير كلمه واحده: حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق انت عيل بضن حقيقي. وسخ. انا الترجي يسجل فيها 3 على ارضي؟ انا في فريق اصلا في العموم يسجل 3 على ارضي؟ انا الاهلي يتسجل فيها 3 اجوان على ارضي؟ وحياة ديني ما مصدق، اقسم بالله حاسس ان انا بحلم. والله العظيم حاسس ان انا بحلم. انا اخسر 3 على ارضي؟ ده لو بره ارضي بتبقى فضيحه. والله العظيم لو بره ارضي بتبقى فضيحه. انا اخسر 3 على ارضي؟ والله العظيم حاسس ان انا بحلم على الحلال. والله العظيم حاسس ان انا بحلم. بقى انا لعيبه الاهلي دي اللي وصلوني ان انا اخسر 3-2 على ارضي، اخسر بال3 على ارضي. يا نهار ابيض، انا يخش في الشوط الثاني فيا 3 اجوان انا من الترجي ده، انا اخسر 3؟ انا اطلع من دوري الابطال بفضيحه زي دي على ارضي بال3؟ يا نهار اسود، والله العظيم اقسم بالله ما مصدق، وحق لا اله الا الله انا ما مصدق من اللي انا بقوله، مش مصدق اللي بيحصل. بقى لعيبه الاهلي والمدرب دول والاداره دي توصلنا ان احنا نخسر 3 على ارضنا، نخسر 3. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم من دي لعيبه، ربنا ينتقم من ده مدرب، ربنا ينتقم من دي اداره، ربنا ينتقم من الناس كانوا بيطبلوا لدول بيخلوهم مكملين، ربنا ينتقم من اي حد كان بيطبل لناس زي دول وشتموني، ربنا ينتقم منهم. والله الواحد ما كانش بيتكلم غير حب للاهلي اقسم بالله، بس الواحد عنده نظره وبيشوف. ربنا يديكم انتوا النظره ده وتعرفوا تشوفوا. حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منكم وياخدكم. التالت ده الناتج لما يبقى عندك مرتزقه، ده الناتج والله، ده الناتج لما تروح ترمي فلوسك يمين وشمال عشان انت مكسل تدور على لعيبه، ده الناتج لما تجري على لعيبه الزمالك وتجيبها النادي الاهلي، هو ده الناتج. ده الناتج لما تسيب حق النادي الاهلي، الكاف دايما يعين لك حكام تظلمك وتبقى ساكت، هو ده الناتج. الناتج ان انت ما عندكش لعيبه غير تريزيجيه، تخيل لو تريزيجيه مش في النادي الاهلي، هو ده الناتج الطبيعي، ده الناتج الطبيعي. وموسم صفري وما تتفاجئش، الاهلي يستحق موسم صفري لان ما عندوش لعيبه ولا عنده رجاله، وبالكاد ما عندوش اداره واعيه ولا نضج ابدا.